تخيل معايا مكان معمول من 3000 سنة، مش مبني بالطوب، لأ، ده منحوت في قلب جبل بالكامل. مين اللي عمل التحفة دي؟ وليه لحد النهاردة العلماء مش قادرين يفهموا ازاي يتنفذ بالدقة دي؟ تعال اقولك القصة. المصريين القدماء كانوا ملوك الهندسة، لكن معبد الملكة حتشبسوت تحديدا حاجة تانية خالص. المعبد ده موجود في الدير البحري في الأقصر، ومش مجرد مبنى، ده بيان قوة من ملكة حكمت مصر بطريقة مختلفة تماما عن أي فرعون. حتشبسوت ما كانتش بس ملكة، كانت أول امرأة تقود دولة بنفس قوة الرجال، ونجحت في تثبيت حكمها لدرجة إن الشعب نفسه اتقبلها كفرعون. علشان كده لما قررت تبني معبد، ما بنتش معبد عادي، لا، دي راحت لجبل كامل ونحتت منه 3 مستويات عملاقة كلها متناسقة بدقة هندسية تخلي أي حد يقف منبهر. الغريب إن تصميم المعبد نفسه مختلف عن باقي المعابد، ما فيهوش صالات ضخمة ولا المسلات التقليدية، بل بالعكس هو مبنى بشكل مفتوح على الطبيعة كأنه جزء من الجبل. العلماء لحد النهاردة بيحاولوا يفهموا ازاي العمال نقلوا الأعمدة الضخمة وركبوها بالدقة دي، وازاي قدروا يخلوه متناغم مع ضوء الشمس طول السنة. وفي داخل المعبد كانت بتتحكي قصة حتشبسوت، رحلتها التجارية المشهورة لبلاد بونت، وقوتها السياسية، وازاي قدرت تبني عصر من الإصدار. تخيل معايا مكان معمول من 3000 سنة، مش مبني بالطوب، لا، ده منحوت في قلب جبل بالكامل. مين اللي عمل التحفة دي؟ وليه لحد النهاردة العلماء مش قادرين يفهموا ازاي يتنفذ بالدقة دي؟ تعال اقولك القصة. المصريين القدماء كانوا ملوك الهندسة، لكن معبد الملكة حتشبسوت تحديدا حاجة تانية خالص. المعبد ده موجود في الدير البحري في الأقصر، ومش مجرد مبنى، ده بيان قوة من ملكة حكمت مصر بطريقة مختلفة تماما عن أي فرعون. حتشبسوت ما كانتش بس ملكة، كانت أول امرأة تقود دولة بنفس قوة الرجال، ونجحت في تثبيت حكمها لدرجة إن الشعب نفسه اتقبلها كفرعون. علشان كده لما قررت تبني معبد، ما بنتش معبد عادي، لا، دي راحت لجبل كامل ونحتت منه 3 مستويات عملاقة كلها متناسقة بدقة هندسية تخلي أي حد يقف منبهر. الغريب إن تصميم المعبد نفسه مختلف عن باقي المعابد، ما فيهوش صالات ضخمة ولا المسلات التقليدية، بل بالعكس هو مبنى بشكل مفتوح على الطبيعة كأنه جزء من الجبل. العلماء لحد النهاردة بيحاولوا يفهموا ازاي العمال نقلوا الأعمدة الضخمة وركبوها بالدقة دي، وازاي قدروا يخلوه متناغم مع ضوء الشمس طول السنة. وفي داخل المعبد كانت بتتحكي قصة حتشبسوت، رحلتها التجارية المشهورة لبلاد بونت، وقوتها السياسية، وازاي قدرت تبني عصر من الازدهار لدرجة إن مصر أيامها كانت من أغنى دول العالم. ومع نهاية عهدها حصل لغز، كل النقوش اللي كانت على الحوائط اتشالت كأن كان حد عايز يمسح وجودها من التاريخ.